ده بقى اللي خلى البنت تقول عليا ان انا ما بمشيش على الارض زيهم او زيها، وان انا بمشي طايره في السماء. هو فعلا انا بعمل كده. هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. الفيديو النهارده فكرته مختلفه. الفكره بتاعت النهارده بصراحه انا مشوفتهاش على اليوتيوب خالص خالص، فانا قررت ان انا اطلع اتكلم عن الفكره دي، وازاي احنا كبنات يكون اللوك بتاعنا وشكلنا كأننا طالعين من مجلة فوج، المجلة العالمية، مجلة الأزياء العالمية، أو كأننا طالعين من بنترست. عارفين البنات اللي بنشوفهم في بنترست، البنات اللي بيكونوا بيلمعوا كده وشكلهم شيك ولابسين الاوتفيت كده من فوق لتحت كده، تحس ان هم مرسومين. ازاي تكوني بنوته شبه بنات البنترست والبنات اللي موجودين على مجله فوق؟ بصوا يا بنات، فكره النهارده جات لي وانا كنت غاسله شويه لبس من بتوعي، وكنت واقفه ان انا بحطهم على الشماعه وكده وبحطهم في الدولاب. فافتكرت موقف حصل معايا من سنين. الموقف ده ممكن يكون حصل معايا من اكتر من 8 سنين مثلا، حصل معايا من زمان جدا. الموقف ده افتكرته ان هي كانت صاحبتي الفتره دي، كنا على طول نخرج مع بعض، رايحين مع بعض، جايين مع بعض او كده. فقريبه صاحبتي دي كانت بتقول لها يعني عليا، بتقول لها هي صاحبتك دي كل ما تشوفني يعني تقول لها كده، هي صاحبتك دي. طبعا هي بتقول الكلام ده لصاحبتي، مش بتقوله لي انا، او مش بتقوله قدامي انا. تقول لها هو صاحبتك دي طول الوقت كده بتلمع، طول الوقت كده تحس ان هي طالعه من التلفزيون، صاحبتك دي طول الوقت الشوز بتاعها كده تحس ان هي ما بتمشيش على الارض زينا، هي ايه بتطير ولا ايه؟ الكلمه دي او الجمله دي لما سمعتها، طبعا احنا خدنا الكلام ساعتها بهزار وبضحك وبتاع، والموقف ده عمره ما راح في بالي. ويمكن في مواقف تانية من صحابي ومن ناس معرفهاش عززت في دماغي الفكره دي، وحسيت فعلا ان لا، انا فعلا مختلفه عن الناس اللي حواليا. فانا ازاي النهارده جايه اعرفكم ازاي تبقي انت بنت مختلفه عن البنات اللي حواليكي، وازاي انت كمظهرك الخارجي يبقى كانك طالعه فعلا من مجله او طالعه من التلفزيون. عارفين المذيعات بتوع التلفزيون ازاي يبقى شكلك عامل كده؟ فيديو النهارده يا بنات هنتكلم عن تريكات وتبس صغنونه لو فعلا كلنا كبنات عملناها هيبقى فعلا كاننا طالعين من مجله وطالعين من بنترست. وازاي انت كبنوته تقدري بالبادجت الصغير ده يبقى عندك كميه اوتفيتس، وازاي الاوتفيتس اللي هتجيبيها او اللبس اللي هتجيبيه دي او اي قطعه انت هتجيبيها تحافظي عليها بحيث ان هي تقعد معاكي سنه واثنين وثلاثه واربعه، وفعلا يبان عليكي قدام صحابك قدام كل اللي حواليكي ده انت عندك كميه لبس كتير، ان انت ممكن تكوني مش جايبه كل كميه اللبس دي كلها في وقت واحد او حتى في سنه واحده. فاتفرجي معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي التبس والنصايح اللي هقولها لك النهارده بناء عن خبره وبناء عن تجارب. قبل اي حاجه يا بنات ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زرار الجرس عشان اول ما انزل فيديو اليوتيوب يبعت لكم اشعار ان انا نزلت فيديو وتخشوا على طول تتفرجوا عليه. هستنى كمان لايكاتكم الحلوه، وعايزه برضو اعرف رايكم في الكومنتات. قولوا لي رايكم في الفيديو ده لما تتفرجوا طبعا عليه للاخر. جايبه حاجتي جنبي اللي انا هتكلم عنها، طبعا انتوا مش فاهمين ايه الحاجات دي، بس الحمد لله انا جايبه العدد بتاعتي كلها ومجهزه كل حاجه عشان كل ما اتكلم في نقطه معينه يسامبل كده خاطر ايه نتكلم ونشرح عملي في الحاجه. كلنا كبنات بنحب ان احنا يبقى عندنا لبس كتير. اللبس الكتير ده يا بنات مش بنجيبه في يوم وليله، لا، يعني نصحى مثلا بكره من النوم نروح نشتري مثلا مره واحده 5 اوتفيت. مفيش حد عنده القدره دي، او حتى لو عنده القدره دي وما بيعرفش يحافظ على لبسه، اللبس بتاعه ده هيتبهدل، مش هيعيش معاه سنه واثنين وثلاثه واربعه. زي انا كبنت عاديه جدا، ممكن اكون بنت ما بشتغلش ولا اي حاجه، بس انا عندي فرايتي وعندي لبس كتير في الدولاب بتاعي، خصوصا اللي بقول لكم عليه بقى بنات الثانويه العامه او البنات اللي لسه داخلين على الكليه. ازاي تبقي انت بنوته لسه بتاخدي مصروفك وكل حاجه، بس لما تيجي تفتحي الدولاب بتاعك وتقفي قدامه تحسي ان انت عندك لبس كتير، ولبس كله ينفع يتلبس، مش لبس مثلا قدم او لبس مثلا عدى عليه سنين واتهلك فصعب انك تلبسيه. ازاي بقى نعمل المعادله دي؟ اضعف الايمان ان انا هجيب 2 اوتفيت في السنه، سواء مثلا بجيب اوتفيت مثلا في العيد الكبير، واحد في العيد الصغير، او واحد صيفي، واحد شتوي.
المعضله او المشكله مش هنا، جيبي 2 جيبي 3 جيبي 10، اهم حاجه ازاي انت هتحافظي عليهم، بحيث ان هما الاثنين دول او الثلاثه دول، 3 اوتفيتس دول، بعد 3 سنين تلاقي مثلا على الاقل واحد فيهم لسه موجود معاكي ولسه بحالته كويسه وينفع يتلبس. هي دي بقى التركايه يا بنات، ازاي احافظ على لبسي. انا بعتبر يا بنات ان اللبس ده والشوزات والشنط ايا كان اي حاجه بشتريها خاصه بالمظهر الخارجي، بعتبرها كانها استثمار. يعني ايه استثمار؟ يعني انا حطيت 200 جنيه في شنطه مثلا، فلنفترض 200 جنيه في شنطه، ال 200 جنيه دول عايشين معايا سنه 2 3 4، ما بستخسرش ان انا احط 200 جنيه او 300 او 400 في شنطه. ليه؟ لان انا عارفه ان انا هحافظ على القطعه دي، فانا بعد كده هلاقيها معايا، بعد 5 سنين هلاقي القطعه دي معايا. المشكله مش هنا، المشكله ان انا لما حصل معايا موقف زمان وحطيت لبسي مع لبس حد تاني في الغساله، والحاجه بتاعتي دي كانت لونها فاتح والحاجه التانيه دي مش فاكره كان لونها احمر ولا كان لونها اسود، المهم ان القطعه بتاعتي طلعت طبعا لونها متغير ويعتبر بايظه، طبعا من ساعتها ما لبستهاش تاني. ده اثر فيا جدا وزعلت جدا، لان انا بحب احافظ على حاجتي وبحب حاجتي جدا. فده علمني ايه؟ علمني ان مش اي حاجه اغسلها في الغساله وما اغسلش حاجتي مع حاجه حد تاني. انا علمني كده. بصوا سيبكم من لبس البيت والحاجات اللي هي الداخليه والكلام ده والاندروير والحاجات دي عادي، دي لازم اغسلها في الغساله ولازم تاخد وقتها في الغسيل وتنضف كويس واحطها في الشمس تتعقم، كل ده لازم. لكن اللبس العادي بعمل عكس كده تماما. حتى لو حطيت الحاجه في الغساله بتبقى 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، وابتدي ان انا على حسب الحاجه اللي في الغساله دي هتستحمل ان الغساله تعصرها واطلعها انشرها. طبعا بطلع حاجتي واللبس بتاعي خصوصا لما يكون غوامق يا بنات، الحاجات اللي هي الكحلي، السودا، البني، الحاجات اللي هي الغوامق دي احب ان انا انشرها بالليل، مش انشرها الصبح في الشمس. ده بيأثر جدا على الكواليتي بتاعت الحاجه. يعني مثلا لو خدت مثلا اللبس بتاعي اسود او بني او كحلي او زيتي او ايا كان الالوان الغامقه دي وحطيتها في الشمس في عز الشمس وعز الشمس تضرب فيها وتقعد بالساعه وبالاتنين بره مثلا منشوره، طب ما ده مع الوقت الحاجه دي هتجرب بلونها ولونها هيغير ولونها هيفتح، مش هتفضل بنفس الكواليتي بتاعتها اللي كانت جايه بيه. فده باخد بالي منه كويس، ان انا هنشر الحاجه بتاعتي انشرها مثلا من بعد مثلا المغرب، الشمس تكون راحت هتتنشر وهتنشف، في خلال مثلا اول ما تنشف اكون طالعه جايباها على طول ومطبقاها وحطاها في الدولاب بتاعي. الحاجات دي البسيطه دي ممكن تبان للناس ان هي حاجات معقده، بس انت لو خدتي عليها ودربتي نفسك عليها واحده بواحده هتحسي ان الحاجات دي كلها عاديه جدا وسهله جدا واي حد ممكن يعملها. فانت لبسك مش كله هيتغسل في الغساله، وفي لبس معين ما ينفعش اصلا هيتحط في الغساله، فده هضطر ان انا اغسله على ايدي. والغسيل اليدوي يا بنات مش ان انا امسك القطعه وافضل اعمل كده، لا خالص. اللبس بتاعي ده مكانه شويه تراب، عرق، حاجات بسيطه، مش اللي هو بقع وكده. لما بيكون في بقع ساعتها بنتعامل بطريقه معينه، لكن لما تبقى حاجه بسيطه بتحطيها في الطبق، بتحطي عليها شويه اللي هو المسحوق بتاع الغسيل، وبتبتدي ان انت تعملي الحركات اللي هي دي، اللي هو بتفعصي في القطعه كده. طريقه اللي انت تدعكي كده او تعصري كده ده بيأثر على الكواليتي وعلى الانسجه بتاعه القطعه بتاعتك. او تي شيرت مثلا انت مسكتيه وعصرتيه كده، تخيلي مع مره في 2 في 3 انت بتعصري كده، هتلاقي الحاجه ممكن تكون عارفين شكلها اتغير، شكل القطعه نفسها اتغير، مبقتش زي ما هي، والكواليتي بتاعتها والانسجه بتاعتها ما بقتش زي ما هي. ما بتستنيش القطعه لما تتوسخ قوي عشان تغسليها، لان ده بيخلي ان القطعه ممكن تصفر من كتر مثلا ما هي اتلبست كتير وسبتيها فتره كبيره تلبسيها من غير ما تغسليها، فتنضفش بسرعه او تعملي مجهود كبير وتبوظي في القطعه نفسها. برضو الغسيل الكتير والمتكرر ده بيبوظ برضو الحاجه بسرعه. طريقه الغسيل بتحافظ على اللبس، طريقه العصر القطعه بتحافظ على اللبس، طريقه ان انا انشر القطعه ازاي وفي وقت ايه، وما سيبهاش كتير قوي منشوره والتراب والهواء والشمس يأثروا فيها، ده برضو بيحافظ على القطعه. دي كلها حاجات لازم تاخدي بالك منها وما تستهونيش بيها، لان الحاجات دي فعلا بتفرق. عايزه اوريكم قطعه عندي او قطعتين. بصوا القطعه دي عن بلاوز كده، البلاوز دي هي المفروض ان هي كات ومفتوحه من قدام. بصوا اهي دي كده الكتف بتاعها، وهي ليها ياقه كده ماشي اهي،
هي كات اهي، ثواني اهي كده، وفي زي شغل درابيه كده، وبتتفتح من قدام بزراير. الزراير بتاعتها شكلها عامل كده زراير وعلى، وهي شيفون تمام. ودي الزراير بتاعتها. انا عايزه اقول لكم ان القطعه دي يا بنات عندي بقالها، بصوا اهي شكلها، عندي بقالها فوق ال8 سنين. وبصوا ستايلها هي شيفون تمام، والبراند بتاعتها تايجر زي ما انتم شايفين كده. فدي انا الفتره دي انا طلعتها وبلبسها عشان انا حافظت عليها، فهي عاشت معايا سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، فاهمين متخيلين؟ فكل حاجه بتاعت زمان بتطلع دلوقتي ترند وموضه، وبتطلع في براندات عاليه، وبتطلع باسعار خرافيه. يعني قطعه زي كده الشيفون دي، انا لما رحت زارا من اسبوعين عايزه اقول لكم ان بعد السيل كانت بحوالي 1600 وشويه. انتوا متخيلين؟ القطعه سعرها الاساسي معدي ال 3000 جنيه، شيفون عادي جدا، ايا كانت بقى، كانت كم، كانت قط، كانت حماله، بس نفس يا بنات الخامه اللي هي الشيفون باختلاف البرنت اللي على القطعه نفسها. فده اوحالي ان انا اي حاجه عندي كانت موجوده وانا محافظه عليها، يعني دي لو انا كنت مثلا مش محافظه عليها وهي عندي في الدولاب مثلا ومقطوعه او مثلا متنسله او ايا كان، دي كنت هعرف البسها دلوقتي؟ استحاله. بس عشان انا حافظت على حاجتي، فبعد سنه واثنين وثلاثه واربعه لقيتها زي ما هي. مش معنى كده ان انا كل لبسي بتاع زمان موجود، لا طبعا، انا في لبس كتير قوي رميته، في لبس كتير قوي اتهلك من كتر اللبس فاترمى، في لبس كتير انا حسيت ان هو مبقاش مناسبني فطلعته. بس في قطع مميزه اللي انا بحبها او احنا كبنات ممكن تكون غاليه علينا، فبتحافظي عليها، فبتعرفي ان انت تستفادي منها بعد كده. فبدل ما كنت انا عندي قطعتين زي ما بقول لكم بجيب قطعتين في السنه اللي بعديها هجيب قطعتين كمان، فبقى عندي 4، انت متخيله؟ بعديها بسنه جبت كمان قطعتين فبقى عندي 6. فانا قصدي اقول لكم ان الحاجه دي بتبقى عباره عن استثمار، بحط فيها فلوسي عشان تقعد معايا بالسنه وبالاثنين وبالثلاثه وبالاربعه. بس كل ما انت بتحافظي على حاجتك كل ما حاجتك فعلا هتعيش معاكي، وخصوصا لما تلاقيها بترجع تاني موضه وترند، وانت عندك قطعه قديمه من زمان كنت جايباها مثلا ب 200 جنيه ولا حاجه، ودلوقتي اكتشفتي ان هي مثلا معديه ال 3000 جنيه. انت متخيله؟ في قطعه تانية عايزه اوريها لكم، وهي دلوقتي برضو طالعه ترند جدا ومنتشره جدا في براندات كتير قوي. القطعه دي برضو عندي بقالها كتير جدا. ده سويت شيرت كده تمام، ده ظهره ووشه اهو، في زي جيبين كده وبكم وايه بسوسته. القطعه دي يا بنات انا بشوفها وبشوف حاجات مشابهه ليها في المحلات واونلاين كتير جدا. عارفين انتوا الحاجات المفتحه دي طالعه ترندي جدا. القطعه دي عندي برضو من زمان جدا، مش عايزه اقول لكم من كام سنه، بس عندي من زمان جدا، وفعلا طلعتها وممكن البسها وفيها كابتشو كمان اهو، لسه زي ما هي، ما حصلش فيها اي حاجه ولا حصل فيها اي مشكله. انا لو كنت مش محافظه عليها وما كنتش بغسلها بطريقه كويسه ومحافظه عليها كان زمانها اتقطعت مثلا، صح؟ لانها قماشتها عرضه جدا ان هي ممكن تتقطع بسهوله. نفس الكلام في الشيفون، كان ممكن تنسل، كان ممكن تتقطع، كان ممكن يحصل لها اي مشكله وما كنتش اعرف استفاد منها ولا البسها تاني. فالحاجه بتاعتي بتعيش معايا فترات طويله، وفي الاخر انا اللي مستفاده. حاجه زي كده برضو شوفوها في المحلات بتتباع بكام دلوقتي، لو انتوا حبيتوا تجيبوا قطعه زي دي دلوقتي شوفوا هتدفعوا فيها كام. هتكلم دلوقتي يا بنات عن الطرح. نفس الكلام يا بنات في الطرح. الطرح اغلبها قماشتها بتبقى ايه؟ يا اما شيفون، يا اما بتكون قطن، يا اما بتكون مثلا ستان، يا اما بتكون حرير. كل الخامات دي يا بنات انا شايفه ان مفيش اي طرحه ينفع تتحط في الغساله وتتغسل. الطرح ايا كان نوعها ايه، حتى لو كانت باندانا تغسليها على ايدك بنفس الطريقه اللي قلت لك عليها. بتحطيها في ميه، ممكن تكون ميه دافيه شويه، تحطي عليها شويه المسحوق بتاعك وتعصري بالطريقه اللي قلت لك عليها. والحاجات دي يا بنات ما بتتعصرش، احنا ممكن نفعصها كده بس نشيل منها الميه الزياده وبنفردها على حبل. نتاكد كمان يا بنات من الحبل اللي احنا بننشر عليه، ما ينفعش حبل يكون عارفين طالع منه بلاستيك، عارفين البلاستيك الصغير ده اللي ممكن ينتش اي حاجه ويشد في اللبس او يشد في القماشه
ويبوظها لنا ويمثلها لنا. فناخد بالنا كمان احنا بننشر على ايه. كل ده بيفرق جدا في اللبس. فما ينفعش لبس شيفون احطه في الغساله، ما ينفعش لبس عليه ستريس احطه في الغساله، ما ينفعش لبس عليه ترتر والحاجات دي او حاجات شغل هاند ميد احطه في الغساله. حتى الحاجات اللي عليها برنت، عارفين الطباعه بتاعت التيشيرتات وكده، الحاجات دي لما تتحط في الغساله مره في مره بتقشر. فانت تخيلي معايا لما تكوني لابسه مثلا بلاوز كده ستان او حرير، والبلاوز دي منتوشه هنا وهنا وهنا وهنا، هل شكلك الخارجي كده والمظهر بتاعك هيبقى شكلك حلو وفعلا مهندم، ولا هتحسي ان البلاوز اللي انت لابساها دي لا في حاجه مش مظبوطه، شكلها قديم، شكلها مش عارفين انتوا مش برونقها اللي هي جت بيها، لا متنسله. الخاتم نفسه ينتشها لك، فانت طول ما انت محافظه على القطعه بتاعتك هتبان كانها لسه جديده. طيب اخر حاجه الشوزات والشنط. فاكرين لما صاحبتي قالت لي ان قريبتها بتقول عليا ان الشوز بتاعتي نظيفه وكاني ما بمشيش على الارض زيهم؟ فاكرين الموضوع ده؟ انا عايزه اقول لكم انا بعمل كده ليه. شوز زي ده انا جايباه في فرح صاحبتي، عندي بقاله تقريبا 3 سنين بلبسه، بطلعه ايا كان بقى. انا بقول لكم يعني ده المثال، بس بعمل ده او بعمل كده مع اي شوز عندي او اي شنطه. بطلع الشوز بتاعي البسه، اجي من بره لازم المعه، لازم ما اسيبش الشوز بتاعي محطوط يا بنات على الباب. لما بسيب الشوز بتاعي محطوط على الباب يوم واثنين وثلاثة واربعة، تخيلي بقى تراب تراب تراب، اللي داخل واللي طالع عمال يحط عليه تراب، تخيلي شكل الشوز هيبقى عامل ازاي. انا جيت من بره خلاص اخر اليوم بمسك الشوز وبلمعه بوايبس، متخيلين؟ بلمعه بوايبس من تحت ومن فوق، بجيب قطنه الميك اب وارش عليها اللي هو الملمع بتاع الاساس، وابتدي ان انا امشي بيها على الشوز بتاعي كله، وابعد طبعا عن الحاجات المعدن. الحاجات المعدن دي بتصدي ليه؟ لو جه عليها ميه، لو جه عليها تراب وسبته، رطوبه، لو جه عليها مطر، كل الحاجات دي ممكن تبوظ لي توكه زي دي. طول ما انت محافظه على الشوز بتاعك هيعيش معاكي سنه واثنين وثلاثه واربعه. اي نعم انا مخصصه شوز او 2 انزل بيهم النزولات اليوميه، اللي هي مثلا نازله اجيب طلبات، نازله رايحه مشوار الصبح مثلا سريعه، مش عارفه ايه الحاجات دي اللي فعلا بسيبها عندي قدام الباب، ان انا خلاص دي بتاعت البهدله، فاهمين؟ لكن الحاجات بتاعت الخروج على قد ما اقدر لازم احافظ عليها، بحيث ان انا عندي مناسبه لقيت مثلا الشوز دي ملائمه او مناسبه للاوتفيت اللي هلبسه، فلاقي عندي فرايتي، عندي البيج، عندي مثلا الكشمير، عندي السودا، عندي الجولد، عندي السيلفر. بعد ما المعها بسيبها تتهوى شويه وبرجع احطها في الجراب بتاعها. الجراب بتاعها ده يا بنات قماش، مش كيس او مش مثلا بلاستيك، لا قماش، اللي هو فيه المسامات اللي تخلي القطعه بتاعتي تتهوى ويخش لها هوا عادي جدا وما تبقاش مكتومه، لانها لو بقت مكتومه ده هيخلي العمر الافتراضي بتاع الجلد يبوظ بسرعه. بس كده موضوع بسيط، احنا لو خدنا على الستبس البسيطه دي هنعرف نحافظ على حاجتنا اكتر وقت ممكن. نفس الكلام يا بنات في الشنطه، اهي الشنطه بتاعتي برضو في الجراب بتاعها، والجراب بتاعها برضو قماش، يعني الجراب بيخش له الهواء والشنطه بتاعتي بيخش لها الهواء عادي جدا. برضو باجي من بره نفس الكلام، افضي الشنطه بتاعتي من جوه، انضفها من جوه، وابتدي برضو من بره اجيب الكوتون باد بتاعتي واحط عليها شويه من الملمع بتاع الخشب ده، وابتدي ان انا امسح الشنطه كلها وابعد برضو تماما عن، بصوا التوكه الذهبي بتلمع زي ما هي، والشنطه دي عندي برضو بقى لها اكتر من 3 سنين وعايشه معايا وزي الفل. وكمان الشنطه دي لو لبستها بعد 2 3 4 النقشه بتاعتها والشكل بتاعها زي ما هو هيفضل ترندي، لان النقشه دي او الشنطه دي الشكل بتاعها او البرنت بتاعتها تحسوا ان هي الموضه بتاعتها مش بتقدم، فهتيجي بعد 2 3 هتطلعيها لو هي لسه موجوده يعني وعايشه وربنا اذن لها ان هي تكمل معايا، هتيجي تلاقيها لسه موجوده وبحالتها كويسه وهتعرفي ان انت تلبسيها. يخليني انا عندي شنطه و2 و3 و4 و10 لو انا حافظت على حاجتي كويس جدا. انا عايزه اكلمكم عنها، وهي اخر حاجه برضو تخص اللبس بتاعنا وتخص المظهر الخارجي،
وانا بصراحه بعشق الحاجات دي جدا، وهي الاكسسوري. برضو الاكسسوري اللي عندي يا بنات ممكن تلاقيها معديه السنه والاتنين والتلاته، بس برضو عشان بحافظ عليها وبعرف ازاي احافظ على حاجتي، فبتقعد معايا فترات كبيره. برضو نفس الكلام لما برجع من البيت بلمعها كده وبحطها في الجراب بتاعها ايا كان الجراب ده ايه. وبرده مخصصه للاكسسوري بتاعتي مكان احط فيه الاكسسوري بتاعتي كلها. مش شرط المكان ده يكون في دريسنج روم، ومش شرط يكون ستاند، ومش شرط يكون الحاجات دي كلها خالص. ممكن بوكس بتاع هدايا انت خصصتيه للاكسسوري بتاعتك، فانت بتحطي كل قطعه من الاكسسوري في كفر زي ده، سواء كان الكفر ده ورق، ممكن يكون قماش، او ممكن يكون ان شاء الله حتى كيس صغير. بس المهم ان انت محافظه على الحاجات بتاعتك، وممكن تقعد معاكي سنين وسنين، ويبقى عندك فرايتي كتير من الاكسسوري تطلعي في اي وقت تلبسيه على اي اوتفيت. القطعه دي يا بنات طالعه ترندي جدا، دي اكسسوري طالعه السنه دي ترندي بطريقه لا تتخيلوها. القطعه دي عندي بقالها سنين. بصوا انا اصلا عيناها ازاي، انا بعينها كده، عيناها كده، حطها في الكفر بتاعها. بصوا اهي، دي معدن كده اهي، تفتح كده تلبس كده، بتليق على اوتفيتس كتير جدا، وبتليق على اي حاجه، وبتليق على الكلاسيك، وبتليق على الكاجوال. القطعه دي عندي بقالها سنين وطالعه دلوقتي ترندي جدا. طالعه دلوقتي ترندي جدا بكام؟ عايزه اقول لكم طالعه باسعار خرافيه، السيلفر والجولد وكده. دي انا كنت ساعه ما كنت جايباها، طبعا جايباها من كام سنه مش فاكره، المهم ان هي كانت غاليه برضو، يعني كنت دافعه فيها رقم، بس عشان انا بحب الحاجات دي وبعرف احافظ عليها فقعدت معايا. وحتى لو ما كانتش طلعت موضه، فانا يكفي ان انا لما اطلعها والبسها هبقى يونيك وهبقى مميزه عن كل اللي حواليا وعن كل البنات، ان انا لابسه حاجه مختلفه سواء كانت قديمه او جديده، ان هي مش منتشره. ما بحبش اكون زي اللي حواليا، فهتلاقوني دايما ليا حاجات خاصه بيا وحاجات مميزه بيها. طريقتك انت ان انت تحافظي عليها في تنضفيها ازاي وتعينيها بطريقه بحيث ان هي ما تتعرضش ان هي تبوظ بسرعه، ده هيحافظ على القطعه بتاعتك، وهيبقى عندك يا بنات فعلا كنز اكسسوارات وكنز لبس. كده يا بنات اعتقد ان الفيديو بتاع النهارده كان فيه شويه معلومات وشويه تيبس. اعتقد لو مشيتوا على التيبس دي يا بنات وفعلا عملتوا بيها، هتحسوا ان انتوا فعلا مختلفين، هتحسوا ان انتوا يونيك في وسط المجموعه اللي حواليكوا، صحابكوا قرايبكوا كده، هتحسوا ان انتوا مميزين بلبسكوا وبشكلكوا وبمظهركوا. وما تنسوش يا بنات تعملوا سبسكرايب للقناه، وهستنى لايكاتكم وتعليقاتكم على الفيديو ده، واستنوا الجزء الثاني بتاع الفيديو بتاع الجامعه، عشان انا عايزه احكي لكم شويه مواقف خطيره حصلت معايا ايام الكليه. وبس كده يا بنات، اشوفكم في فيديو جديد على خير، ومع السلامه.